شوفوا الطفيلات بدون فلتر، بدون فلتر، راهو لا فلاش وحده. بيا الكوزينه عندي مظلمه. طفيلات الا لاحظتوا سابق اسبوع ما حد بديت نعدل معكم فيديوهات من اسبوع، اللي الا شفتوا ايديا اللي تفطنوا عنها ايدي كانت مصديه. وشوفوا دريك تبارك الله، شوفوا الطفيلات بحر. وكنت تشوطت داكشي علاش بديت بواحد العنايه، والعنايه كامله راني صورتها معكم في اليوتيوب. راني اي شيء الطفيلات كنصوروا لكم في اليوتيوب. وشوفوا دريك ما شاء الله، هاي ما عاد لي كاع اسبوع ما شاء الله رديت لوني ورديته اخر من اللي كان، باش بالعنايه وبالماسكات اللي ندير معاكم. الطفيلات اللي بغات مسله راهي ليه توصل لها خاصكم لا تعودوا ملتزمات ومنضبطات بالوصفات وتعدلوهم بالشكل الصحيح. المهم انا راني كنصور لكم دريك بدون فلتر ما شاء الله. ارجعوا الفيديوهات سابق اسبوع وليه تشوفوا ايدي بحالاش كانت وبحالاش دريك عاد. اللهم بارك ما شاء الله. خلوكم متابعين معايا الفيديوهات كامله في القناه، ما بغيت يفوتكمش ان شاء الله. انا نزلت مستمره معكم الا رادها الله. وخليكم مع الفيديو. الطفيلات بالنسبه لهي التبريمه اللي نحتاجوا لها البيضه، يعني انا اللي ندير بيضه واحده، نتوما ديروا الكميه اللي ليه تستعملوا. انا ندير كميه قليله ماني باغا نكثر قباله. الا جبرتوا الطفيلات بيضه بلديه يكون اخير، لانه البيض البلدي هو سبحان الله هو اللي زوين في الخلطات، ولكن انا ما جبرته ونستعمل هذا البيض العادي حتى هو راه زوين في الوصفات، ولكن البيض البلدي كيبقى اخير. المهم اللي نحاول نفصل الصفار عن البياض، حنا نديروا لا الصفار وحده. هاي التبريمه تصلح لا بصفار البيضه وحدها، ما تخلطي الصفار والبياض. شفتوا؟ بالنسبه لهي التبريمه اللي هي نمرق منها جوج وصفات. الاولى الوجهي، واحده اللي نديرها الوجهي، والثانيه اللي هي نديرها نبرم بها ايديا الى راه الله. شفتوا راه يعني هون درت صفار بيضه هذه. تقدروا ديروا جوج بيضات ثلاثه اللي بغيتوا نتوما على حسبكم. دريك ليه نضيف ماني مكثره عليكم الطفيلات في المكونات. تبريمه سهله ما فيها ياسر من التعقدات، باش ما تقولوا ما عندي ولا كذا ولا كذا. المهم هذه عندي هون مايزينا وعندي هون دقيق الزرع، كلهم اللي نقبض منه كل شعره. بسم الله. مايزينا زينه الطفيلات في التبرام، زينه في التبريمات كاملين والخلطات وكل شيء كتبيض ما شاء الله. ودقيق الزرع ما نحتاج نقول لكم تبارك الله شنو فوائد على الوجه. انا نعرفوا ديك الساعه كنديروا لا دقيق الزرع وحده لوجههم كانوا تبارك الله وجههم كي المرايه ما شاء الله. المهم ماني ليه نكثر قباله، ندير شوي اللي نخلط برك هذا الخليط. اذا احتاجيتوا الطفيلات تزيدوا المورد زيدوه، ولكن ولا بغيتوا ديروا جوج بيضات قلت لكم ديروها، فاهمين. المهم ليه نخلط هذو النواشف مزيان ونرجع معكم. الطفيلات حولتها في هذه البطيطه باش نقد نخلط مزيان. دريك تخلطت مزيان. دريك هذا الخليط اللي نقسمو على جوج، النص اللي نديرو الوجهي ذا نفسه اللي نبرم به وجهي بحالها، والنص الثاني اللي نضيف له واحد الاضافه باش نديرو ان شاء الله الايديه. وتقدروا ديروها لجسمكم كامل من الرقبه الى اصابع القدمين. زينه الطفيله تبارك الله تبرم من شي حق. المهم هذا المكون اللي نزيد هو البيكربونات اللي نزيدو على هذا الخليط اللي ندير الايدي ان شاء الله. بيكربونات زينه الطفيلات في اليدين والله العظيم يا ما تخلي الكعب ما شاء الله وتبيض وتفتح اللون. عاد فيك دخونيه تقلل منها سبحان الله. اما البيكربونات ما نصيب عنها حقيقه في الماسكات خصوصا التبران. المهم راني اللي نحاول نضيف ليه نلحق القوام اللي محتاجه له. اللي نحاول نضيف شويه من المايزينا. الخليط خاصو عندنا ما يعود جاري قباله. المهم عينكم ميزانكم اللي نعت لكم القوام اللي خاصو يعود عليه نفسه. صافي الطفيلات تقدروا تخلوا الخليط ذا نفسه، وغير الا جبرتوا الخرقوم البلدي يعني ذاك ديال الجسم، ما هو اللي ما يعود فيه اضافات. تاكدوا عنه يعود خرقوم طبيعي ما فيه اضافات ذاك التصفير وداك الشيء.
تزيدوا عليها التبريمه زين تبارك الله. طفيلات الكركم في الجسم، الكركم اللي هو الخرقوم. تاكدوا الطفيلات من تعودوا ليه تشرو الخرقوم راه ما خارجين قال له خرقوم الجسم. كاين الخرقوم فيه اضافات وكاين خرقوم طبيعي. الخرقوم الطبيعي اللي بلا اضافات هذاك هو ديال الماسكات، فاهمين؟ المهم راني درت منه. الطفيلات نخليه لين يبدا ينشف. والله ينشف زاد تماما ونبداو نبرموه وليه نبرمو معاكم وليه تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. اما بالنسبه ذاك الخليط اللي عزلت الاول ديال وجهي هذاك حتى هو درك ليه نديرو لوجهي ولي نخليه حتى هو واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق ما نخليه ينشف تماما على الوجه. دائما الطفيلات الصبران ما تخلوه ينشف تماما على وجهكم، الا خليتوه ينشف قباله راهو ليه يجرحكم والله. فهمتوا؟ يدير لكم حساسيه. والله شي دائما الصبران في الوجه خلوه لا ينشف لا شوي، يعني ما ينشف كامل باش مولي تقدي تبرميه يجيك ساهل تبرميه. اما بالنسبه للايديه اللي نخليه ينشف تماما وليه نبرمو معاكم وليه تشوفوا النتيجه قدام عينيكم. الطفيلات تبرام ما ينصاب عنه، خصوصا تبرام اللي فيه صفار البيض والبيكربونات. معلوم في اليدين يصقل اليدين الا عاد فيك طاشات يخفف منهم. فمتمنيه عنكم تجربوها. المهم خليكم مع الفيديو الى الاخير. شو الطفيلات من بعد ما غسلت يدي ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا تبارك الله، شوف تبرام يا الطفيلات ما ينصاب عنه ابدا. ضروري من تبرام ما شاء الله. الطفيلات اللي باغيات ينصقلوا من شي حق وباغيات يقلعوا ديك الصدوه راهو يقلع على التبرام، هو اللي يقلع الصدوه ما شاء الله. ضريك الطفيلات ضروري المرحله المهمه عقب كل تبرام عنك ترطبي ايديك. انا عندي شوفوا الطفيلات بدون فلتر، بدون فلتر راهو لا فلاش وحده. بيا الكوزينه عندي مظلمه. طفيلات الا لاحظتوا سابق اسبوع ما حد بديت نعدل معكم فيديوهات من اسبوع اللي الا شفتوا ايديا اللي تفطنوا عنها ايدي كانت مصديه. وشوفوا دريك تبارك الله. شوفوا الطفيلات بحر وكنت تشوطت داكشي علاش بديت بواحد العنايه، والعنايه كامله راني صورتها معكم في اليوتيوب. راني اي شيء الطفيلات كنصوروا لكم في اليوتيوب. وشوفوا دريك ما شاء الله راهي ما عاد لي كاع اسبوع ما شاء الله رديت لوني ورديتو اخر من اللي كان باش بالعنايه وبالماسكات اللي ندير معكم. الطفيلات اللي بغات مسله راهي ليه توصل لها خاصكم لا تعودوا ملتزمات ومنضبطات بالوصفات وتعدلوهم بالشكل الصحيح. المهم انا راني كنصور لكم دريك بدون فلتر ما شاء الله. ارجعوا الفيديوهات سابق اسبوع وليه تشوفوا ايدي بحالاش كانت وبحالاش دريك عاد. اللهم بارك ما شاء الله. خلوكم متابعين معايا الفيديوهات كامله في القناه، ما بغيت يفوتكمش ان شاء الله. انا نزلت مستمره معكم الى رضا الله. وخليكم مع الفيديو.